السلام عليكم ورحمة الله. كما أهل هلال رمضان وقلنا الدعاء ودعونا واستبشرنا خيرا، فكذلك مجموعة من أهلة يجب أن تهل بالقلب. هلال المحبة، هلال الألفة، هلال التآخي، هلال التآزر، هلال التزاور، هلال التصالح، هلال التسامح، وهلال التضامن، هلال التنازل، هلال التغافل. الهلال المهم من هذا كله تقوية الصلة بالله، وإحياء القلوب وتزكيتها وتطهيرها وتنقيتها من الشوائب والرذائل والحقد والحسد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هلال الهداية وترك الغواية، هلال الاستقامة وترك الإعوجاج. هذه هي الأهلة التي يجب أن تهل في قلوبنا هذه الأيام.